مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم هو تكملة الفيديو السابق. تمام. يلي عملنا فيه العدسات لوناهم بالالوان الخشبية وقلب العين، المسيحية اللي بقلب العين. فهلا رح نكفي نعمل البشرة والحواجب وهالقصص كلها. قبل ما نبلش بالفيديو اعملوا لايك سبسكرايب وفي جرس الاشعارات كبسوا عليه كمان من بعد اذنكم، يعني عشان ما نتقل عليكم. شو بدي خبركن عن جديد؟ اوكي. مشان الالوان ذكرتها بهداك الفيديو باخره، حطيت صورتها وصورة الورق يلي عم بشتغل عليه. ال- البودرة تبعت شو بيقولوا له؟ البودرة تبعت الباستيل. كيف انا بعملها بالبيت؟ هو الباستيل اللي بيجي عادي كأنه اصابع. انا بعملها بالشفرة وبخلط الالوان مع بعضها لحتى يطلع معي اللون يلي انا بدي اياه. اكيد رح صوركن عنه فيديو لانه هيك موضوع شوي مقلقز. فان شاء الله بصور عنه فيديو. اول اشي انا لما بعمل الباستيل هيك بستعمل هيدي اللي بيستعملوها البنات يحطوا فيها اي شادو. اوكي، بتلاقوها بمحلات الميك اب. أه اول شي بستعملها مع الباستيل كطبقة اولى، يعني مشان بس الفراغات يلي بالورقة هيك بعبيها كلياتها سوا، ما بتركها بيضة يعني. بنصير هلا نشتغل بين العين والبشرة. اول شي اذا بدكم تستعملوا لون اسود تستعملوا لون تحبير، يعني هذا اذا علق ما بعدين ما بيندمج بعد ما ينشف. اكيد ما دغري بتدمجوا لانه ممكن يكون بعده شوي سائل، فبتستعملوا التحبير. اذا بدكم تستعملوا اسود خشب من الالوان الخشبية للعين او على طرف العين قريبة على البشرة بتستعملوه اخر خطوة، يعني مشان ما يوسخ لكم شي، لانه اذا دمجتوا هيك شوي او رجعتوا لونتوا بتنزعوا الدنيا. هلا انتوا بتكونوا مختارين الوان البشرة. البشرة ما بس انه نلاقي لون قريب على البشرة او لون بني وبيج ومدري شو. تمام. الالوان البشرة ممكن يكون فيها اصفر، ممكن يكون فيها اورانج، ممكن يكون فيها زهر، ممكن يكون فيها احمر، ازرق، اخضر. فيها كل الالوان. انتوا بدكم تعرفوا كل محل وين رح احط انا هيدا اللون. بس انتم مبلشين اول ما كنتوا مبلشين بتبلشوا بالالوان عامة هلكن ببطن القلم، مثل ما انا ماسكه القلم هلا. ما بتمسكوا القلم وبتشدوه من فوق وبتصيروا تشدوا. هذا يمكن اخر شيء اذا عبالكم تدمجوا شي محل وما بتشدوا كتير كمان. عمهلكن اللي عمهلكن بس هيك، يعني تحطوا الالوان عمهلكن شوي شوي بتصير الالوان لوحدها بتندمج. هي اول شغله. تاني شيء شو بدي لكم، اذا كان بدكم تمحوا يعني لقيتوا هيك شي غلط ما بتعانوا ابدا بيمحى بسرعه. بس انا بنصحكم ما تمحوا، يعني فيكم ما بعرف، لانه اذا محيتوا وشديتوا كمان بتنزع الورقة. anyway، محلات اللي بيكون فيها ضوء بالبشرة انا بلونها يمكن لون كتير خفيف من لون البشرة يلي هو بيجي على لون روزي شوي، بس ما بغمق. اوكي، وما بزيد عليها الوان تانية حتى تكون مضوية. انتوا ما رح تحسوها مضوية الا ما تبعدوا شوي عنها فبتصير بتبين يعني. انا صرت ملاحظة، يعني مثلا اذا في حدا غيري بيرسم اكيد بعرفهم تقريبا، يعني بعرف عدد منيح يلي بيلونوا البشرة وما بيحطوا معها ألوان مثل مثلا زهري وأورانج وأحمر شوي وأصفر وهالقصص. بتطلع على الرسمي باهتي يعني ما بتعطيها حياة ولا شوي. فدايما انتوا عم تلونوا بالألوان الخشبية بلون بقلم زهر خفيف. يعني جربوا بإيدكم هيك على الخفيف، زيدوا محلات أو زيدوا عليها كلياتها محلات هيك، محل الغمق وهالقصص على الخفيف بتعطي حياة عن جد. يعني بتطلع هيك إنه بشرة طبيعية. هو نحن لأنه بنشوف بعضنا والعين تعودت ما بتلاحظ الألوان، بس هو إذا منلاحظ ببعضنا منيح. ما أنت إذا في شجرة حدك سبحان الله يعني تلقائيا الشمس بتكون عاكسة من اللون عليك. يعني الوجه بتلاقوا فيه كل شي، كل الألوان. حتى بالخيال مثلا ممكن يكون في ازرق. نحن خلص بنشوف البشرة بشرة، يعني ما بناخد بنعطي. اما اللي ببلش يرسم بصير يعني سوري اذا صفنا فيكم شي صفنة فما قصدنا شي، بس نحن خلص تعودنا انه لازم نشوف هون شو في الظل والنور، وانه وجهك اذا الرسم شو راح يصير فيه والانف كيف راح يطلع، يعني هوس رسم. فبدكم تعذرونا بهذا الموضوع، مرقولنا اياه. ايه، ومعلومة بس مشان ما تنزعوا الأقلام، إذا عندكم أقلام تحبير فيكم تستعملوها على الخشب عادي، ألوان خشبية. بس ما تستعملوها دغري بعد الباستيل، يعني تكون مع الباستيل، لأنه بس على الباستيل بينتزع القلم. بيعبي طبشور، لأنه هو الباستيل أصلا طبشور، فبيعبي بودرة وبطل يشتغل.
مشان ما ينتزعوا معكم الأقلام، لأنه أنا كتير بينتزع معي أقلام، أيام بستعملن على بودرة الفحم وعلى بودرة مدة الشو، فمشان هيك أغلب الأقلام عندي يعني كل شهر بدي كذا قلم لأنه بينتزعوا، اتس اوكي. بس مشان ننتبه مثل ما قلنا اللمعة محلها ما بقرب عليه. ليش؟ مشان تبين لمعة. بنتبه كمان يلي مبلشين جديد بالرسم بيلونوا كل الوجه، كله بنفس التوناليتي او توناليتي، كله بنفس يعني نفس الدوز، نفس المستوى لكل عرفتوا. فانه ما مثلا لازم مثلا انا خفست الخد زيد عليا مثلا خيال الخد من فوق، يعني عظمة الخد لازم اتركها مشان تلمع، عرفتوا يعني ليبين وجه طبيعي. فشوي يعني ركزوا بهذا الموضوع، اوكي؟ ما تزيدوا ما تلونوا وين ما كان نفس الشي، حتى الجبهة بنص الجبهة بيكون في محل ضوء. هيدي كمان بنتبه انه ما الكل بيحطها هيك، ما هي اصلا بتبين انه الوجه مبروم برم. يعني في تفاصيل عن جد انتبهوا عليها بتعطيكن توب، يعني انه عرفتوا، فبينكم انكم فهمانين كيف الوجه وكيف تفاصيل وهيك. او انتوا وقفوا يعني، او وقفوا اخواتكم عادي اقعدوا تطلعوا فيهم عن جد كيف مثلا رموش العين، خط العين يلي فوق، مدمع العين، الرموش كيف طالعين، الانف وين بيلمع وين لا، عرفتوا كيف؟ يعني هول كله لازم تركزوا عليهم. حتى شعرات الحواجب انا بس افهمهم بالحقيقة، افهمهم بالرسم، بس احنا لما بنيجي نرسم ما بنكون عارفين انه هول اصلا موجودين. يعني خطين الرمش، منو الرمش، خط الجفن وخط الرمش، هول خطين، يعني خطين فوق عيني وخطين من تحت، فهول لازم نركز عليهم. اللي بشير رسم جديد انتبهوا انه ولا واحد فيهم بيحطهم، ما بنكون فاهمين التفاصيل صح، لانه هول بيبينوا انه شو كيف بدي اخبركم اياه، بيبينوا انه العين واقعية. تمام. فبس هيك شوية تفاصيل ننتبه عليها او ندرسها، او ما بعرف كيف بدي لكم اياها مشان نطلع رسمنا بيرفكت. في حدا سألني انه، نسيت السؤال، يلا اتسكي بعدين نتذكر. اوكي، الدمج تبع الالوان الخشبية. تمام. هلا انا هون ماني دامج بشي، يعني عرفتوا ماني شاد لي القلم، هون بعدنا على الخفيف متخيلين، وطالع هيك ديجراداسيون، طالع خيال وهالقصص. هذا لما انا بشتغل شوي شوي. على فكرة انا مصدومة مثلكم، لانه ما كنت متخيلة تطلع هالقد حلوة، الورق ما كان عاجبني ابدا. ايه كتير الورق عانيت معه، فكنت كل شوي بدي عيدها بدي عيدها بدي عيدها، انه ممكن تطلع احلى على غير ورق. بس هيك لما شفتها عن بعيد طلعت بتعقد، مدموجين صح وكل شي صح. هلا خيال الأنف ما تخافوا منه، لأنه في مثلا خيال المفروض يكون كتير قوي. هلا أنا سبحان الله برسوماتي الجديدة، يعني طلبية الرسم عم تكون ال... الإضاءة والهيك عم يكونوا قوية، يعني الخيال عم يكون قوي، فهذا اللي عم حبه فيهم، لأنه عن جد ببين الخيال مزبوط، وببين بعدين انتوا عم ترسموا استمتاع كامل، لأنه شي كيوت، انه تفاصيل وخيال قوي وضوء وهيك، كتير حلو. نفس المبدأ بالرصاص، يعني انا محلاتي اللي بدي اياها مضوية انا يعني يا دوب بمرق عليها الريشة مثلا، او بمرق عليها اللي عم بدمج فيها، ماشي، بتركها ضوء. فمناطق الضوء بتركها تمام، وبلون حواليها وبصير ادمج بناحيتها هي، فتبين مضوية. يعني نفس المبدأ بالالوان الخشبية وبالرصاص. اذا حدا مجرب غير ورق للالوان الخشبية يكتب لي بالكومنت، عبالي جيب ورق يكون خرج، لانه انا رحت دفعت حق دفاتر بلوى وطلعوا منهم منيح للالوان الخشبية، فبدي جيبهم عن تجربة، يعني يكون حدا مجربون وانا عم جيب بعده. فخبروني انتو اذا مستعملين هيك شي قبل، بشوف اذا متوفر عنا بجيبه بجربه. كتير حبيت الرسم على فكرة، كان عم بحضر معكم يعني، انه لانه الي فترة رسمتها. كتير كيوت، لك الجباشة تبعتي كيوت، حبيت. بعتقد انه هيدي عبالي اتذكر بس هي اي رسمة ملونة، يعني انه كتعداد، لانه ما الي زمان هنا بلون. ما سلمت الا يمكن 4 طلبيات ملونين او 5، فا اتس اوكي، التطور باين.
بس انه الادوات مسديدة. يعني بعتقد اللي بيلونوا بريزما بيفهموا شو عم قول، لانه البريزما بيدمج حاله بحاله كأنه عرفتوا كيف، شي كتير واو. بس الحمد لله بلبنان ما في منه، الحمد لله. حتى الباستيل من الايد لهالدرجة. فكتير قصص منها موجودة عنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله بالايام الجاية تكون موجودة ونجيب. نصيحة مني إذا أنتوا عم تلونوا، صراحة أنا قاعدة يعني حاطة راسي هيك بالرسمة وعم برسم وهيك، أول شي الأغلاط ما بنتبه لها، تاني شي ما رح شوفها متل ما انتو رح تشوفوها. ليش؟ لأنه أنا عم شوفها عن بعد 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر إذا عليت راسي. فعطوا وقت، قوموا هيك شوي، اشربوا مي، اعملوا لفة، كلوا ورجعوا تعوا بتشوفوها بعدين عن بعيد، عن بعد متر مترين، فبتعرفوا الأغلاط وبتشوفوها قديه حلوة. اوكي، وتشوفوا وين لازم تزبطوا وتعدلوا فيها. فهدي انسب طريقة. اما اني حط راسي بالرسمة وي ما زبطت واكتئاب، انا ايام بتصير معي، فاجباري بعد عن الرسمة، لاني برجع بشوفها من عين تانية يعني. بس تركزوا كتير بالشغلة خلاص يعني بتبطل، كيف بدي لكم يعني، بتبطلوا تقشعوا وليش حلوة وليش بشعة. يعني ما في اسباب بعدين، خلص ما انتم لازقين فيها يعني. بتتعود عينكم على كل شي، الغلط والصح، وبتتعود عينكم خلص، فما بتحسوا بشي تاني. هلا هون انا عم قرب ايدي، انا عم بعد ايدي الاضاءة عم تتغير، فايتس اوكي. هلا رح اقرب لكم بعد شوي على الرسمة لورجيكم الورق كيف، يعني عن قريب كيف كان. مشان هيك انا كنت مكتئبة تقريبا، لانه ما كانت مثل ما انا بدي اياها، بس انه عن بعيد كانت طالعة موزة. كيف نختار الالوان؟ قلناها هديك المرة. الألوان بختارن من جدول أنا بكون عاملته عن علبة الألوان اللي عندي، فرح احطلكن رابط الفيديو بالديسكريبشن. كتير مهمة هيدي المرحلة، انه انا اصلا يعني هيك انا عم سهل على حالي الشغل، عم يعني عم بختصر اغلاط. اوكي، انا لما بعمل هيدي الطريقة بيكونوا الالوان قدامي كلياتهم، وانا بشوف اللون يلي قريب على الصورة اللي بدي اياه بشيله وبحطه عندي. اوكي، يعني بحطهم على جنب مع بعضهم مشان ارجع استعملهم كلياتهم. فهيدي انسب طريقة. يعني انا مثلا اذا شفت لون بجيبه بحطه على الرسمة، وما بيكون اصلا عملتله ما بكون مجربته على ورقة قبل، فهيدا غلط، لانه ممكن يطلع اللون منه اللي انا بدي اياه وانا هيك بنزع الرسمة. فبعمل جدول اول ما بجيب الالوان يلي عندي، بعمل جدول بحطه بحدي، كل ما بدي ارسم رسمة بجيبه، قارن بين هيدا الجدول والرسمة، وبختار الألوان يلي أنا بدي إياها، مثلا للعيون، بدي إياها للبشرة، بدي إياها للحجاب، بدي إياها للشعر، هالحركات. تمام. أكيد عم بحكي عن تجربة، لأنه أنا كنت أعاني مع الألوان إذا بدي أختارها وهيك، فكان يطلع عندي أغلاط، وعطول مثلا أختار لون على أساس إنه هو بني محمر، يطلع لي بني محروق، يطلع، فعرفتوا، فبيأثر كتير. إيه، فهيك أهين، أنسب، أسرع، الجدول بيضل عندكن، بتكونوا بروفيشنال أكتر، محترفين. يعني عرفتوا يعني كيف بدي أخبركن يعني. يعني هي من القواعد أو من القصص اللي بتميزكن عن غيركن، إنه تعرفوا تقسموا شغلكن إيتاب، ما تكونوا يلا وكيف ما كان وتزبط تزبط ما تزبط ما تزبط. حاولوا بكل رسمة بترسموها تكونوا أحسن من اللي قبل. اوكي، انا ما عم اقول انه انا واو، ولا انه انا على طول بتزبط معي الامور. انا ايام ياما مخزقه يعني، او ياما كابه. ما كل شي بيزبط معنا من اول مره، من اول 20 مره، بس انا بتقبل لو ما زبطت من اول مره، ممكن يعني عادي. انه انا ماني بيكاسو يعني، حتى بيكاسو كان يغلط، فانه عادي. ولو ما زبطت معكم من اول 500 مره، عادي عادي عادي. ماني بروفيشنال، وبس انه خلاص انا بحطها براسي، يعني انا بكل رسمه لازم تكون احسن من اللي قبلها لو بشوي. اكيد بتعتمد على الصوره يلي نقيتوها، فانتوا نقوا الصور تكون واضحه. تمام. هلا هون كنت عم زيد شوي زهرة. اوكي، فانتوا شطارتكم. تمام. اكيد اي سؤال اكتبوا لي إياه بالكومنت.
وهيدي الرسمة عن قريب، فمشان هيك انا ما كنت كتير حابة الورق لقيته كيف يبين تكستير، بس انه اتس اوكي. طلعت عن بعيد بتجنن وكتير منيحة. وما تنسوا اللمعة انا بحطها بالاكريليك مشان ما حدا يسألني عن قلم الجيلي رول، لانه كتير ناس عم تسألني القلم من وين جبتيه. انا ما بستعمل قلم لانه اصلا ما لقيت منه للقلم، خليها بالقلب تجرح وبس. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اللي ما عمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب وكومنت لايك وفعلوا جرس الاشعارات. Thank you so much.